الله الرحمن الرحيم. في عودة للنهج الأحادي الذي مارسته الأحزاب الكردية في محافظة كركوك بعد عام 2003، نشرت وسائل الإعلام اليوم اتفاق الحزبين الكرديين على إسناد منصب محافظ كركوك إلى أحد الشخصيات القيادية في الاتحاد الوطني. إننا إذ نرفض هذا النهج الإقصائي للحزبين الكرديين في تقاسم السلطة في كركوك دون إشراك التركمان والعرب، فإننا نذكرهم إن هذا النهج أثبت فشله الذريع عندما حاولوا رفع علم الإقليم وفرضه بالقوة على المحافظة، وكذلك إقحام كركوك في قضية الاستفتاء الذي كان يراد منها تقسيم العراق. إن على الحزبين إبعاد ملف كركوك عن قضية تشكيل حكومة الإقليم أو حكومة بغداد، فكركوك لا تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع، ومكوناتها هي من يقرر مصيرها. وإننا لازلنا نطالب كمكون تركماني بمنصب محافظ كركوك كاستحقاق سياسي بعد تسنم القوميات الأخرى هذا المنصب، والذي هو ليس حكرا لمكون واحد أو مكونين. الهيئة التنسيقية العليا للتركمان يوم الاثنين الموافق 4 آذار 2019